البيع بالوكالة، بيع السيارة بالوكالة والتبعات القانونية دكتور. طيب هذا موضوع سبق لي تكلمت عليه، ولكن ارتأيت أنني نتكلم عليه مرة أخرى. نعم. صاحب يعني مزيان إنسان عنده واحد السيارة مستعملة وبغى يبيعها، لكن عندنا جوج ديال الاحتمالات. البيع غادي تبيع لواحد السيد اللي غادي يمشي يسجلها في سميتو وغادي يمشي بها، هذا كنسميوه في اللغة ديال السماسرية الكساب، يعني غادي سيكسب هذه السيارة، ستصبح ملكيته ويستعملها ويستغلها ويتمتع بها ويستفيد بها أو منها. وهنا ما كيتطرحش المشكل، لأن ذاك السيد كتمشي انت وياه للمقاطعة، كدير المصادقة على التوقيع في البطاقة الرمادية اللي كتباع في مكتب التبغ، وكتعطيه فلوسه، كتاخذ الفلوس ديالك وكتعطيه السويرتات، وما كتعطيهش شهادة تأمين. شهادة التأمين تحتفظ بها باش هو ما خصوش يمشي بالسيارة، خصو يحطها في أقرب نقطة، يحطها ويمشي يدير التأمين. هذه هي القواعد، هذا هو القانون، هذه هي الأصول ديال شراء سيارة. ومن اللي كيدير التأمين ديالو كيهز السيارة ديالو وكيمشي لمصلحة تسجيل السيارات وكيعطيهم داك البطاقة اللي وقع عليها وكيعطيهم الوثائق الأخرى وكيخلص اللي خصو يخلص، وكياخذ البطاقة ديالو الرمادية اللي غتخرج له من بعد شهر، 30 يوم أو 60 يوم أو 90 يوم أو أكثر، في بعض الأحيان كتكون استثناءات. هذا مسألة غير طبيعية بالنسبة للأجل. هذا الأجل خصو يتعالج. هذا الأجل هو السبب اللي غادي يطيحنا في المشكل الثاني. اشنو هو ملي كتكون غتبيع السيارة، لكن هذاك اللي غتبيع له ماشي اللي غادي يكسب السيارة وغادي يتمتع بها ويديرها في سميتو، لا، غادي تبيعها لسمسار. وسمسار على فكرة هي لغة عربية، سمسار ماشي داك اللغة التحقيرية. شكون هذاك السمسار؟ زعما سمسار نصاب موسخ، لا، سمسار هو وسيط يقوم بالوساطة في واحد مجموعة من المعاملات، سيارات، عقارات، منقولات، أموال، اللي كان كيشتغل فيه تيتسمى سمسار، إنه كياخذ كيشري مثلا وكيبيع وكياخذ هو واحد النسبة اللي كتكون الربح ديالو حلالا طيبة. هاد السيد هذا كانت مصلحة تسجيل السيارات اللي هي نارسة كانت كتصاوب البطاقة الرمادية في 3 أيام، ما غيكونش هو عنده مشكل، غيمشي يقيدها، والضريبه الدوله غادي تحصل على الضريبه لان هناك تفويت، غتربح فلوس، وهو من بعد 3 ايام البطاقه غتخرج له الرماديه وياخذ راحته يبيع السياره فوق ما بغى يبيعها ديك النهار ما عندوش مشكل، يمكن له يبيعها. بغى يبيعها من بعد 4 ايام يبيعها، بغى يبيعها من بعد 3 شهور ولا ما تيسلوش وباعها من بعد شهر. المهم الوضعيه ديالو قانونيه. حتى لقى شي واحد قال له بغيتها دابا، قول له شوف الشريف عندي 3 ايام غتخرج البطاقه ديالي، ناخذها من البطاقه ديالي ونبيع لك السياره. بغيتي ناخذ منك العربون ناخذ منك العربون، لكن هي 3 ايام تخرج البطاقه الرماديه ونعطيك السياره بقواعدها. هكا كدار الامور بقواعدها بالقانون. السياره ما كتخرجها من الاصل ديالها ملي كتكون في شركه ديال السيارات جديده، موزع او شركه صانعه للسيارات، راه ما كتخرجها من عندها حتى كتجيب بطاقه التامين، حتى كتجيب بطاقه التامين ووثيقه باش يمكن لك مؤقتا تنقل بها وتحرك بها. اذا هكا خصنا نشتغلوا، ماشي وصلنا البيع خارج الصانع وخارج الموزع ندخلوا للعشوائيه. علاش؟ حيت عندي مشكل في تسجيل السيارات ديال شهر وشهرين 3 شهور، نعالجوا هذا المشكل هذا. رانا اش كيوقع دابا ملي كتبيعها لواحد السيد اللي ما غاديش هو يديرها في سميتو وغتبقى كيطلب منك وكاله. الله يكثر خيرك، لا غتبيعي السياره اعطيني وكاله، اسيدي اعطيني وكاله. اش كيقول لك في ذاك الوكاله؟ تقول له في ذاك الوكاله انني كنعطيك وكاله باش يمكن لك تسوق هذه السياره وتصرف فيها وتبيعها وتنقل الملكيه ديالها وتسجل السيارات وتسجيل السيارات ودير. علاش هادشي كله؟ باش هو كيديها السوق ويبدا كيبيع، باع غدا، باع دابا شهر، باع دابا 3 ايام، 15 يوم، كيبيعها، كيمشي كيسجلها هو في سميت الشاري اللي شرا جديد. تيقول له انا نتكلف لك، غنجيب لك البطاقه ديالك انت هاك وقع لي. تيمشي يوقع هو وياه في المقاطعه، تيقول له انا نجيب لك البطاقه الرماديه المؤقته، وكيمشي كيدفع الوثائق وتيقول له ها الوريقات ديالك اسيدي. المشكل هو هاد السياره الا بقات عند هاد السيد شهر، وفي بعض الاحيان حتى هو اللي عنده براسو وكاله تيشريها عنده شي واحد اخر اللي حتى هو يمكن يكون سمسار،
وتبقى عنده حتى هو شهر. هذه راه صعب، لكن كتوقع، كاينين استثناءات. نبقاو حنا غير في المبدا والقاعده. هذاك السمسار بقات عنده السياره شهر، هذيك السياره ديال شهر واحد النهار ساقها واحد الشريك ديالو، هو اللي كان ساقها، ومشى بها في طريق السيار ودار مخالفه ديال السرعه، تضبط بالرادار الثابت. واحد النهار درت بها حادثه، كنسمعوا المسؤول المدني، كنسمعوا السائق. شكون هو السائق؟ هو ذاك اللي فيها. وشكون المسؤول المدني؟ هو صاحب السياره اللي ما عرف الله فين راك انت مشيتي بعتي ومشيتي بحالك، ولكن راه خصنا نستمعوا لك حيت لازلت انت صاحب السياره. لم يتم بعد نقل الملكيه، تفويت الملكيه، لان الملكيه لا تفوت فقط بالتوقيع والمصادقه على التوقيع في المقاطعه، بل يجب ان يكون التفويت عن طريق مصلحه تسجيل السيارات بالبطاقه الرماديه وتسجيلها في هذه المصلحه حتى تم النقل ديالها. بحال العقار اللي لا يتم تفويته ولو بالحيازه الماديه، لا يتم تفويته اذا كان محفظا الا بتقييده في السجل العقاري داخل المحافظه. اذا يمكن هذه المشاكل كلها توقع، بل تكون هناك جرائم اللي كترتكب وتكون داخله فيها السياره ديالك، بل يمكن داك السياره يتحجز فيها مخدرات. انا لا اقصد ان السمسار يتاجر في المخدرات او ان السمسار مجرم، لكن هناك استثناءات وكتوقع. تعرفي داك الطوبه كتجي في المعطوبه، راه هي هذه. انسان تيكون مرتاح ما عليه ما به وبغى يرتاح وبغى يبيع سيارته، راه يمكن دوز الامور بسلام. وهذاك السمسار تبقى عنده سيارتك 10 ايام 15 يوم وشهر وما يوقع حتى مشكل، ولقى البايع ولقى الشاري وباعها له وتسجلات وما بقى حتى مشكل. لكن يمكن توقع من هذه 300 500 600 الف اللي تباعوا ذاك النهار كلهم تحلوا المشكل ديالهم، ما كاين مشكل. ولكن واحد غادي يطيح فيه المشكل ويمكن تطيح فيك انت. علاش؟ فقط انك بعتي لواحد السيد بوكاله. اذا راه المشكل حنا ماشي تنهدفوا اننا ننقصوا التجاره ديال هذا الشخص لان يتعاطى لنشاط تجاري السمسار، لكن راه الحكومه وزير النقل اللي تيخصو يشتغل، اللي تيخصو يصوب له المهنه ديالو ويوثق له المهنه ديالو، يقول له اجي تخلص الضريبه، كتحقق ارباح اجي تخلص الضريبه وندير لك التاطير ديالك القانوني وتبيع براسك مهزوز وبلا وكاله و3 ايام ونخرج لك البطاقه الرماديه. وحنا هنا غنكونوا كنعيشوا في مجتمع سليم وما كنعيشوش في العشوائيه. واش حنا كنبقاو ندبتوا دابا مع الاقتصاد؟ سيري عند صحاب الدرب عمر والدرب غلف والاسواق العشوائيه، هادو هما اللي غادي نردوهم. ايوا هذا الشيء العشوائي راني كنكونوا عندنا مقاربه للقضاء على العشوائيه. خصنا نشتغلوا في هذا الشيء كله. كل وزير عنده واحد القطاع يشتغل فيه وننطلقوا. هذا هو التنسيق اللي كيدير رئيس الحكومه. اختصاصات رئيس الحكومه هو التنسيق بغض النظر على الصلاحيات اللي كتبقى له غير هو، لكن يجب ان ينسق بين الوزراء ويجي يقول هذا دير وهذا دير وهذا دير. وحنا كلنا غنمشيو لماذا؟ من اجل تنزيل سياسه اجتماعيه للدوله الاجتماعيه، وغنعيشوا غنخلصوا الضرائب والناس خدامين وعندهم الدخل ديالهم ونخلصوا عليهم حتى هما الضرائب، واللي بيع السياره يبيع وهو مرتاح واللي يشري. ماشي الغفله بين البائع والشاري. ملي توقع مشكل بقينا نطلع ونهبط عند البوليس، سيدي راه ماشي انا اللي كنت سايق، راه السياره بعتها، ها الورقه باش بعت. لا الشريفه. حنا ملي كنديروا استشاره وعمليه بحث في النظام المعلوماتي كنلقاو مصلحه تسجيل السيارات فيها سميتك، خلصي لا ماشي انتيا عمري هذا المطبوع غادي دير لنا فيه شكون هو السائق وشنو هي الساعه اللي كان الوقت اللي كان سايق فيها في ديك الساعات، شكون هو اللي كان سايق فيها. عاد تدير المعلومات به وعاد تمشي للمخالفه فيه. وملي تكون شي جريمه وملي يكون حجز مخدرات شيء مسروق ارتكبت جريمه ديال القتل ديال الجرح ديال الاغتصاب ديال سرقه اخرى ديال عدم الامتثال، نبقاو دائما حنا تنعيطوا لك ودائما كتثبت البراءه ديالك. خصك تجيب تثبت البراءه ديالك. هذا الدليل بانني انا ها فين كنت الوقت اللي وقعت هذه، ها فين كنت. مالنا على هذا الشيء هذا. علاش هادشي كله؟ عييت بغيت نبدل السياره بغيت نبيع السياره، ولكن راه ما موجدين لكش الطريق باش يمكن لك تبيع السياره. باش تبيع السياره خص تكون الطريق ديالك ديال البيعه طريق سيار واضح امن وسليم.